احنا مستنيين حد يقول ان ده خبر خطأ. انا لحد ما جيت هنا انا مستني حد يقول ان ده خبر، بدور في الكومنتات على المنشورات ان ده خبر غلط يا جماعه. عقلكم مش قادر يستوعب، يستوعب، مفيش استيعاب خالص، خصوصا ان كان في فرح يعني. في فرح، فرحته وفرحه ابنه الوحيد. عم خالد لو ما كانش ركب العربيه ورجعها ورا، هو افتدى يعني فدى العالم ده كله بروح. يعني لو ما كانش عمل كده كان المكان كله اتفجر، كان بقى فيه ملايين ضحايا. كان خارج يومها اصلا عشان يعني يتمم يعني مبلغ اللي هو يعمل بيه حاجه لابنه، والدنيا يعني في سرور للغايه والحمد لله ان ربنا يعني ما بيجيبش حاجه وحشه. هو ضحى بنفسه عشان خاطر الناس دي ما يحصلهاش حاجه. اول ما فاق يعني لما نزل من العربيه، هو فوق في العربيه لما التانك انفجر بيه ونزل، ما نزلش واترمى على الارض وقعد بقى ويصوت وكده، لا ده فضل يشد معاهم في العربيات التانية عشان ما يحصلش اي خسائر تانية. ابنه الوحيد، والفرح ده كان بيرتب له من زمان من قبل ما ينزل، وكان يعني كان طاير بيه بصراحه. يعني بنناشد المستشار وبيت الفلاح كلهم، يعني ده راجل فداكم ارواحا واموالا. يعني احنا بنسالكم ان يعني تعويض اللي هو يعني ولاده يعيشوا من بعده. راجل متجوز بنتين ولسه عنده بنت، وابن اللي هو لسه عنده هيتجوز، ابنه لسه هيتجوز ده.